اهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا دايما بالف خير وصحه وسعاده. اتحاد الكوره بيصدم نادي الزمالك بخصوص نهايه عقد زيزو، ولاعب ومدرب نادي الزمالك بيؤكد انه فعلا بيراميدز اخذ مكان نادي الزمالك. وتصريح غريب وعجيب وغير مفهوم من خالد الغندور بخصوص النادي الاهلي. قبل ما نبدأ، اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، ويلا نبدأ عند اتحاد الكورة. حضراتكم طبعا شايفين انه نادي الزمالك بقاله فترة بيحاول بقدر الامكان انه يمنع زيزو من المشاركة مع النادي الاهلي في كأس العالم للأندية، وبيعملوا كده تصرفات ان دلت فتدل على انهم لا حافظين ولا فاهمين. والغريب والعجيب انه ازاي نادي بحجم نادي الزمالك صاحب تاريخ كبير وعريق انه يديروا مثل هؤلاء الاشخاص. اداره نادي الزمالك ابتدت موضوع زيزو بانه زيزو لا يحق التوقيع ليه لاي نادي قبل 1/7. ليه يا عم الحاج؟ قالك لانه زيزو عنده قسط اخير يوم 1/7، وبناء عليه لا يحق لي التوقيع لاي نادي قبل هذا التاريخ. طبعا الموضوع انتشر، ولما الكل اكد بانه اخر قسط ده ملهوش علاقه بنهايه العقد، ونهايه العقد بتكون مع نهايه الموسم الكروي في مصر. قال لك جميل، نهبط هبده على طريق موضوع نهايه الموسم. قال لك خلاص، طالما نهايه العقد بين زيزو ونادي الزمالك بنهايه الموسم الكروي، الموسم الكروي في مصر هينتهي يوم 12/6. ليه برضو يا عم الحاج؟ قالك لانه يوم 12/6 هو اخر مباراة في كأس الرابطة، وبناء عليه ما يوقعش زيزو مع اي نادي تاني قبل نهاية يوم 12/6. اتحاد الكرة النهاردة حسم الموضوع، واكد بانه نهاية عقد زيزو مع نادي الزمالك يوم 5/6، لأنه نهاية الموسم الكروي في مصر يوم 5/6 اللي هو بكرة الخميس، مع نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر. وأنه بعد هذا التاريخ يحق لأي لاعب التوقيع والانتقال لأي نادي. ولو أنتوا كنادي الزمالك هتوقعوا مع أي لاعب يحق لكم التوقيع في بعد تاريخ 5/6. طب بطولة كأس الرابطة اللي هم اتكلم عنها، قال لك لا، بناء عن اللائحة والمادة رقم 79، البطولة كأس الرابطة غير مدرجة في بطولات الاتحاد، يعني بطولة غير رسمية. يعني الخلاصة انه اخر يوم في تعاقد زيزو مع نادي الزمالك يوم 5/6 اللي هو بكرة، بعد انتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر. زيزو هيكون بالتيشيرت الأحمر، لأنه النادي الأهلي هيوقع معاه بعد نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز. عشان كده دايما بقول إن النوعية دي لا حافظين ولا فاهمين، ومش عارف هم ليه ما بيخافوش على منظرهم قدام جمهورهم. والمشكلة الأكبر اللي أنا مقتنع بيها إنه الجمهور بيصدق الهبد بتاعهم. إدارة غير محترفة، إدارة غير جديرة بأنها تدير نادي الزمالك. طيب، لما دايما بتكلم على النادي الأهلي وإنه بدافع على النادي الأهلي وبرد على أي زملكاوي بيقول أي تصريح بعيد عن المنطق والعقل والصدق على النادي الأهلي، برد عليه بالدليل والأرقام. ولكن في نفس الوقت دايما بأكد أنه نادي الزمالك هو القطب الثاني للكرة المصرية، شاء من شاء وأبى من أبى، وأنه هيفضل دايما الأهلي والزمالك هم قطبي الكرة المصرية في مصر. ولكن دايما كنت أقول أنه الزمالك في خطر، الزمالك داخل طريق مجهول، وهي يعني أخاف عليه أنه مع توالي السنين بهذا الوضع هيختفي اسم نادي الزمالك. لأنه إعلام نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وحتى إدارة نادي الزمالك وجهوا دعمهم وشعبيتهم كلها لنادي بيراميدز. تلاقي الإعلام الزملكاوي بيدافع عن بيراميدز، جمهور الزمالك
بيشجع بيراميدز في المباريات، وشفناهم في نهائي دوري ابطال افريقيا امام نادي سان داونز. ما تقوليش عشان الوطنيه والكلام ده كله، لا ده هو كله عشان ال 500 جنيه والوجبه، صدر ولا ورك يعني. طيب، اداره نادي الزمالك بتدعم اداره نادي بيراميدز في كل قرار. بيراميدز او اداره بيراميدز تتخذ القرار، واداره نادي الزمالك ترفع ايدها وتقول موافقون. طيب، لما كنت اتكلم انه الزمالك بيراميدز اخذ مكانه، جمهور الزمالك كان يزعل ويدخل في الكومنتات يشتم والكلام ده كله. ادي لاعب ومدرب الزمالك السابق معتمد جمال اكد على نفس كلامي، واكد انه الزمالك اخر دوري عام اخده في 2021 2022، يعني تقريبا داخل على الاربع سنين ما بياخدش بطولة الدوري، وانه بقى لنا 4 سنين ما بنروحش دوري ابطال افريقيا، لانه بيراميدز اخذ مكان نادي الزمالك في الدوري وهو المركز الثاني، وانه من الطبيعي جدا انه الزمالك هو اللي يشارك في دوري ابطال افريقيا، ولكن بيراميدز هو الخطر الاكبر حاليا على نادي الزمالك في المنافسه على المركز الثاني، لانه النادي الاهلي خلاص في حته ثانيه. ادي لاعب ومدرب الزمالك السابق معتمد جمال بيعترف وبيؤكد نفس الكلام اللي احنا قلناه. فيا ريت جمهور نادي الزمالك يقتنع انه فعلا بيراميدز اخذ مكان نادي الزمالك، ونادي لسه متاسس بقاله 7 سنين قدر انه يحصل على دوري ابطال افريقيا اللي الزمالك بقاله 25 سنه تقريبا، يعني ربع قرن ما مش قادر ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا، وبقاله 4 سنين مش عارف اصلا يوصل لدوري ابطال افريقيا. اختم مع حضراتكم بهبده جديده وتصريح غير مفهوم كالعاده من خالد الغندور. خالد الغندور من خلال برنامجه بيقول انه النادي الاهلي مش معنى انه القائمه مفتوحه ليك تضم لاعب عنده مشاكل مع ناديه. يعني ايه يا كابتن خالد تقصد اللي تقول؟ يعني انا مش فاهم يعني ايه معنى انه القائمه مفتوحه، اللي هي طبعا قائمه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، تضم لاعب عنده مشاكل مع ناديه. ايه؟ انا مش فاهم ازاي والله التصريح ده. هل النادي الاهلي فاوض لاعب او وقع مع لاعب عقده لسه متبقي فيه 2 أو 3 مع ناديه وبيحرضوا على ناديه؟ ما حصلش. لو كنت تقصد موضوع زيزو، زيزو انت كنادي الزمالك فشلت في التجديد معاه، وانا كنادي زي اي نادي تاني لاعب، ولاعب كبير نجم كبير في الدوري المصري عقده بينتهي مع ناديه بغض النظر عن الزمالك او اي نادي تاني، عقده بينتهي. فانا كالنادي الاهلي زي اي نادي تاني هتفاوض معاه. ايه الخطأ في كده؟ هل لو اتيحت هل لو اتيحت الفرصة لنادي الزمالك انه يتعاقد مع لاعب في النادي الاهلي كنجم كبير هيتأخر؟ لا مش هيتأخر. ولكن انا دايما بقول انه في الفترة الحالية اي زملكاوي يقول اي تصريح حتى لو بعيد عن المنطق والعقل والمصداقية فهو معذور، لانه اللي بيمر بيه جمهور نادي الزمالك في الوقت الحالي ما يستحملوش اي حد. بيراميدز 7 سنين لسه متأسس، أخذ دوري أبطال أفريقيا وأخذ مكان الزمالك في الدوري. لعيبة نادي الزمالك بتفضل عدم التجديد في الزمالك والانتقال للنادي الأهلي أو أي نادي تاني. إدارة من أسوأ الإدارات اللي مرت على تاريخ نادي الزمالك، فمعذورين ونستحملهم. مش هطول على حضرتك أكتر من كده. أتمنى في نهاية الفيديو اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وأشوفكم بخير إن شاء الله ليلة العيد مع مفاجأة كبيرة جدا محضرها النادي الأهلي.